إخواني أخواتي متتبعي قناة العين تي في، أهلا وسهلا بكم إليكم هذه المنتخبات الرياضية المتنوعة. وين تقول بايرن ميونخ يحدد سير التخلي عن نصير مزراوي. حدد بايرن ميونخ الألماني قيمة التخلي عن المدافع المغربي نصير مزراوي الذي يعد أحد أبرز المرشحين لمغادرة صفوف العملاق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وحسب موقع سبورت فإن مزراوي البالغ من العمر 26 سنة يتصدر قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة بايرن ميونخ في ظل مساعي النادي الألماني لإحداث ثورة داخل صفوفه بعد موسم مخيب للآمال. ولا يجد بايرن ميونخ أي مشكلة في التخلي عن خدمات مزراوي، خاصة مع خروج المدافع المغربي من حسابات الفريق بالكامل هذا الموسم تحت قيادة المدرب توماس توخيل، وقلة دقائق اللعب التي يحصل عليها منذ أسابيع طويلة في الدوري الألماني. ويشترط بايرن ميونخ الحصول على 30 مليون يورو نظير الموافقة على بيع عقد نصير مزراوي إلى أحد الأندية الأوروبية الأخرى الموسم المقبل. ولم يكشف بعد عن هوية الأندية الراغبة في التعاقد مع المدافع المغربي باستثناء يوفنتوس الإيطالي الذي أبدى اهتمامه باللعب في وقت سابق. هذه حقيقة منع سلطات الجزائر نهضة بركان من لعب بقميص يحمل خريطة المغرب. العمق المغربي تقول كشفت مصادر من داخل إدارة نادي نهضة بركان لكرة القدم حقيقة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول منع السلطات الجزائرية نادي نهضة بركان من إدخال قميصه الحامل للخريطة المغربية في مباراته المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري. ونفى مصدر مسؤول بالنادي البرتقالي للعمق صحة الأخبار المتداولة بشأن منع السلطات الجزائرية نادي نهضة بركان من إدخال قميص يحمل الخريطة المغربية للتراب الجزائري واللعب به في مباراة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الأسبوع المقبل ضمن دور نصف نهائي كأس كونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مؤكدا أن ما تم تداوله عار من الصحة، مشيرا إلى أن النادي لم يتوصل بأي مراسلة في هذا الإطار. وأضاف المصدر أن القميص الذي يشارك به النادي البركاني في هذه النسخة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والذي يحمل لأول مرة الخريطة المغربية تم اعتماده رسميا من قبل الاتحاد الإفريقي كاف خلال الموسم، وسبق للنهضة أن شارك به. مشيرين النادي البرتقالي قرر باتفاق مع الفريق المضيف ارتداء القميص الأبيض الخاص بالمباريات خارج الميدان. ويواجه نادي بركان يوم الأحد 21 أبريل الجاري مضيفه حامل لقب اتحاد العاصمة الجزائري ضمن ذهاب كأس كونفدرالية الإفريقية، فيما تجري مباراة العودة في الأحد الموالي الموافق لل28 من نفس الشهر. سبورسات تقول بأن التهميش الفرنسي يدفع العينوي إلى اختيار المنتخب المغربي. حسم لاعب نادي لانس الفرنسي نائل العينوي اختياره بخصوص المنتخب الذي سيمثله مستقبلا بعد تفكير مطول للاعب دفعه إلى مطالبة وليد الركراكي بإعفائه من خوض مباراة أنغولا وموريتانيا الشهر الماضي. وقرر العينوي تمثيل المنتخب المغربي بشكل رسمي بعدما انتظر طويلا تحرك الطرف الفرنسي، خصوصا وأن اللاعب كان يبدي رغبته في تمثيل منتخب دياكا حسب ما أكدته الصحافة الفرنسية، إلا أن استبعاده من طرف تيري هنري مدرب المنتخب الفرنسي الأولمبي دفعه إلى تغيير رأيه والالتحاق بنخبة الأسود. ويسعى نائل العينوي للمشاركة في الألعاب الأولمبية بباريس، وهو الطموح الذي لن يتحقق له إلا بتمثيل المنتخب المغربي. شكرا لكم وإلى فرصة قادمة بحول الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.